هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ لو سامعين صوت ميه في الخلفيه فعايزه اقول لكم انه سجل لكم وانا على البحر، فيعني مش عارفه افكر فيكم اكتر من كده ايه. لا داعي لكم. اهلين بيكم الاول في اول حلقه من سلسله نقطه في خطه، السلسله اللي بناخد فيها كل نقطه من خطه ولاده حقيقيه ونفهم سوا هل هي ممكنه، هل هي فعاله، وايه راي الطب فيها. فاول نقطه من خطه الولاده اللي كتبتها المامي اللي اتكلمنا عنها، وطلبت اني اسمح لها انها تتحرك بحريه اثناء الولاده. ليه الموضوع ده مهم وايه راي العلم فيه؟ اولا لما بنقول فري موفمنت فاحنا نقصد ان الست تقدر تقف، تمشي، تغير وضعيتها، تقعد على كرة الولاده، تتحرك زي ما جسمها بيطلب. زمان كان الشائع جدا ان الحامل بتفضل نايمه على ظهرها طول الولاده، مربوطه بجهاز المونيتور، متعلق لها محاليل. لكن دلوقتي الدراسات الحديثه اثبتت ان الحركه اثناء المخاض مش بس امنه لكنها مفيده جدا. الدراسات قالت كمان انها بتقلل مدة المرحلة الاولى من الولادة، بتقلل الحاجة للمسكنات او الابيتيورال، بتحسن وضعية الجنين ونزوله في الحوض، وبتدي الام احساس بالسيطرة والدعم النفسي. مسيطرة همشت مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. منظمة الصحة العالمية WHO في دليلها الصادر سنة 2018 قالت بكل وضوح ان النساء يجب ان يسمح لهن بالحركة وتغيير الوضعيات خلال المخاض ما لم توجد موانع طبية لذلك. كمان الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ACOG دعمت نفس الفكرة، وقالت ان تأييد حركة المرأة بدون سبب طبي واضح هو فعل غير مبرر. لكن لو الأم واخدة الابتيورال أو عندها حالة طبية تستدعي المراقبة المستمرة لنبض الجنين، ممكن ساعتها نقيد الحركة شوية أوكي، بس حتى في الحالة دي بنشجع على تغيير الوضعيات بقدر الإمكان. باختصار، الحركة أثناء الولادة مش رفاهية، دي حق وركن أساسي من الولادة الطبيعية. ولو ولادتك إن شاء الله قريب، اسألي فريقك الطبي عن إمكانيات الحركة خلال الولادة، وخلي ده جزء أساسي من خطة ولادتك. بس تعالي هنا، الاعتدال مهم جدا. يعني من اكتر الاخطاء اللي بنشوفها ان بعض الحوامل في بداية الطلق بيبقوا متحمسين جدا، يمشوا مشاوير طويلة جدا، يعملوا تمارين شاقة ومستمرة، لكن النتيجة ان احنا بنوصل نص الولادة وهي مرهقة تماما، طاقتها خلصت، نفسها اتقطع، جسمها مش قادر يتعامل مع الانقباضات، وده ممكن يأثر كمان على نبض الجنين وقوة الانقباضات نفسها. اختصارا، التوازن هنا هو المفتاح. اكيد الحركة مطلوبة، لكن لازم برضو تكون حركة موزونة، متناغمة مع جسمك، متناسبة مع شدة الانقباضات. انتي اكتر حد فاهم جسمك، انتي اكتر حد عارفة طاقتك بتخلص امتى، انتي اكتر حد يقدر يحافظ ويوصل عند مرحلة معينة. لا كفاية كده عشان ما استهلكش طاقتي كلها. في الحلقة الجاية ان شاء الله نناقش نقطة تانية من نفس خطة الولادة، وقولولي لو تحبوا تتحركوا اثناء الولادة.